مساء الخير عليكم. رجعت لكم النهارده فيديو جديد من قناه معكم سحر في المطبخ. النهارده هنعمل مع بعض اكله كده حلوه ان شاء الله، او طبق هنعمل النهارده مع بعض اللي هو ديل الجاموسه، يسموه عصعوص بقى زي ما يسموه. اهو تمام. عندنا بصل، هننزل بالمكونات على طول كده. بصل، بس هي بتحب البصل الكتير. هنشوح البصل. انا قلتها على حاجه اكبر، عين اكبر عشان العين الصغيره دي هتغلي شويه. هنحط ورق لوري، كام ورقه كده حلوين، الورق اللوري بيطعم حلو قوي. هنحط شويه بهارات فراخ، الفلفل الاسمر، كل ده على البصل برضو بيطعم مع البصل وبتشوح، كله بياخد من طعم بعض. شويه ملح صغيرين. انا مش هحمر البصل على فكره، انا هشوح البصل كده. هنزل دلوقتي بفلفل اخضر، انا حاطه اخضر فلفل حامي على بارد. كده دقيقة مع نفسه كده يتشوح. بعد كده هنزل بالطماطم تمام كده. هنزل دلوقتي بالطماطم عليها. وهسيبها تتسبك مع نفسها وهرجع لكم تاني ان شاء الله. ودلوقتي اهي بدأت تتسبك كويس. هنزل دلوقتي بالثوم عليها، هديها تسبيكه. كل ما بتسيبيها على نار هاديه تبقى حلوه قوي، كله بياخد من طعم بعضه. انا مش مستعجله عليها، خليها تستوي براحتها. عايزه اقول لكم طعمها جنين، بس حراقه قوي. وكده بعد ما خلص العصعوص بقى ديل الجاموسه بقى، مش عارفه صراحه ربنا اسمه ايه، بالمنظر ده. وعايزه اقول لكم طعمه تحفه تحفه. وما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم مني كل جديد. كانت معكم سحر من قناه معكم سحر في المطبخ. بحبكم. باي باي.